مساء الفل عليكم يا اساطير، معاكم نور فتاة الانمي. لو اول مره بتتفرج عليا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وقول لي رايك في الكومنتات. وبالنسبه لمتابعين قناه نور اللي اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت وسابوا لي كومنتات، انا بقرا كل كومنتاتكم، وحقيقي انتوا اكبر داعم ليا ومستنيه تسمعوا الحدوته دي للاخر وتقولوا لي رايكم برضو في الكومنتات. بالنسبه للحلقه اللي فاتت كان في تحدي صعب قوي ما بين شموره وماكس، وشموره حاول يلاعب ماكس في الحمام علشان يكون رشش ميه على الارض فيعطل حركه ماكس وما يعرفش يتحرك وشموره يكسبه. وشموره كان لابس جزمه ضد التزحلق، كان لابس جزمه يعني التمام. ولما شموره ما بيلاقيش حل بيدخل الحمام وبيتشعلق فيه لحد ما بينتصر على ماكس، وكل ده صاحبه كانوا بيصوروا في اللايف. وعشان شموره بقى ليه متابعين كتير قوي ومشاهداته بتوصل للملايين، ابتدى يستخدم ده في صالحه، انه يعمل فيديوهات والفيديوهات دي ينزل عليها اعلانات ويكسب منها فلوس كتير. وكانت حبيبته القديمه بتتفرج على شموره وبيدخل عليها شاب كده هجمه بيطلب منها الرقم بتاعها وبيطلب منها 30 وجبه بيج ماك. وبالمناسبه دي عايزه افكركم يا اساطير بالمقاطعه، احنا مش بنشرب ولا بناكل الحاجات دي، وما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين. ولما بتقدم له الوجبات اللي هو كان عايزها بيقول لها لا بس انا برضو عايزه اخد رقمك، فبتقول له ده اللي عندي. والراجل الجته ده بياخد الاكل الكتير بتاعه وبيبتدي يمشي. وزمايلها بيتكلموا عليها في المطعم ان الراجل ده بيتردد كتير على المطعم ومحدش بيعرف يوقفه. وبتفتكر ايام ما كان شموره بيساعدها لما دخل عليها هاماكين وطلب رقمها، يا اما تحدي عمل السندوتش في 30 ثانيه وابتدى يعملوه لها شموره ويقدموا عنها علشان محدش ياخد رقمها غصب عنها. وكل الناس بتتفرج على شموره دلوقتي لانه كان انسان ضعيف وبيتغلب من كل اللي حواليه رغم الضرب اللي بيتعرض له. وعايزه اقول لكم يا اصحابي على معلومه، ان شموره طوله 170 سنتيمتر ووزنه يا دوب 50 كيلو جرام، وكان كل اللي يشوفه يضربه كانه ملطشه، وعلى طول حاسس بالعجز والخجل، وعلى طول كان بينهزم في اي حاجه بيدخلها وما بيعرفش يقاوم او يواجه، لحد ما واجه اول انتكاسه ليه لما حب ان هو يعمل قتال. لحد اخر مواجهه كانت بينه وبين واحد الناس كلها بتقول عليه شيطان اللي هو ماكس، لانه كان بيقاتل اي حد بيواجهه وبياخد اللي هو عايزه. وشموره لو كسب بحركات الاطفال، وده لو كان في حلبه الجرس كان رن بالفوز لصالح شموره. كان عديم الفايده قوي شموره، ولكن اللي بيميزه انه عنده تركيز عالي جدا ومحدش كان بيلاحظ ده لحد ما ظهر كانيكو اللي واقف في ظهره وبيبتدي يصور له كل الفيديوهات بتاعته. اما لينا صاحبتهم الجديده بتشتغل على فيديوهات شموره وماكس وبتعدل فيها علشان يجيب اعلى مشاهدات. وعندنا هنا سوق اللحمه اللي بيكون فيه اللحمه مترطرط فوق بعض ومش عارفين طريقه علشان يبيعوها ولازم يشيلوها من فوق بعض، ووزن لحم الحيوان الواحد اكتر من 200 كيلو جرام ومش عارفين يشيلوهم ازاي. وبيظهر الراجل الجته ده اللي اسمه مانجي هوانج، وده بيكون مصارع مشهور وعنده قوه عاليه قوي في القتال والشيل. وفي نفس الوقت مانجي ده بيعمل شغله شايل اللحم وكمان بيتمزج ويتفرج على فيديوهات شموره مع ماكس وبيقول ياه لو انا غلبت شموره ده هقدر اعمل احلى قناه يوتيوب واعمل حساب واكسب من المشاهدات. والعين بتكون على قناه شموره طبعا، وبيكون عامل قناه مصارعه كوريه ولكن على قده كده حبتين، فيهم 7 مشتركين بس، وحلمه ان هو يوصل زي شموره، وشايف ان شموره اضعف منه بكتير. وشموره بيكون مبسوط جدا بتعديلات الفيديو اللي عملتها لينا صاحبته وخلت الفيديو يجيب مشاهدات احسن بكتير مع لعب التايكوندو. وكانوا بيسال شموره انت كويس يا شموره؟ فراح قال له انا كويس، في ايه يعني؟ فشموره بيقول له انا اخدت رجل بس من لعب التايكوندو ده نمت في المستشفى، ولكن انت شكلك كويس اخدت كل الضرب ده وما زلت بتتحرك. ولكن شموره كان متضايق جدا انه بقى ضحيه مؤيده للتنمر، وبقى شموره مختلف عن الاخرين، وممكن يكون اللاعب ده مش سيء قوي للدرجه اللي هم شايفينها، عشان بس شموره كان خايف يقابل ماكس في اي حته في طريقه. وكانكو بيقول له ما تخافش ان شاء الله ما تقابلوش، انت ما شفتوش كان متلقح ازاي بعد اخر ضرب؟ وطبعا بعد اخر فيديو لشموره سهل جدا يوصل ل 200,000 مشترك بسهوله. ولينا بتكتب كومنتاتها بيجوا شله يرموا عليها حيوان بلاستيك وبيبتدوا يستفزوها وبيصوروها من غير اذنها، وكانوا عايزين يعملوا محتوى على قفاها وبيسالوها ازاي نتضرب وما نتاذيش، وبتتعصب عليهم جدا وبتحاول تضربهم ولكن ايديها هي اللي بتتوجع. وبنت من البنات بتمسكها وتقول لها اخلعي الوش البريء ده يا حبيبتي، انت عماله بتتكلمي كده بس انت مزعجه جدا وما عندكيش اي لغه وفاشله كمان في الدراسه والكل بيكرهك. ولينا بتسالهم انتوا عايزين مني ايه وبتبتدي تعيط. واحد منهم بيقول لها احنا مش اشرار كده عشان تقعدي تعيطي. وبيدخل كانكو بيقول لهم بتعملوا ايه يا اغبياء هنا؟ وطبعا لينا كانت فاكراه جاي ينقذها ولكنهم بيهنوه وبيجيبوا وشه الارض. وكانكو بيقول لها انا عايزه ادفن راسي بالطين بعد اللي حصل فيا ده. وواحد منهم بيحاول يضرب لينا ولكن بيظهر شموره وبيمسك ايده وبيقول له انت صغير جدا يا شموره. وشموره شايف ان هم بيقللوا منها
منه وبيتريقوا عليه وبيقولوا بقى انت اللي ضربت كل دول في الفيديوهات. وواحد منهم بيطلب منه ان هو يقاتله راجل على قناه اليوتيوب بتاعته. وشيمورا بيقول جواه انا اللي قلت بنفسي ونزلت لمستوى الناس دي، دول اقل من ماكس بكتير. وبيقول لهم معاكم 100 ين، فبيطلعوها فورا وبيكسفوه وبيتريقوا عليه والحمد لله بينجوا منهم. ولينا بتكون متغاظه قوي بسببهم. وكانوا بيقول لها هم كانوا بيقولوا لك ان هم بيعملوا محتوى ايه ده يا ترى اللي على اليوتيوب هو ايه بقى؟ فلينا بتقول له دول مجموعه من طاقم الكوميديا كده، بيقعدوا يضحكوا مع الناس في الشارع ويعملوا معاهم مقالب وياخدوا المواقف دي وينزلوها على القناه بتاعتهم، علشان كده الناس مخليهم اكتر شعبيه وبتتفرج عليهم لانهم بيكونوا مع الناس في تواصل دايم. وكانوا بيتعصب على شيمورا وبيقول له انت سبت لينا لوحدها، ازاي تتخلى بيها في الموقف ده وما تدافعش عنها؟ وشيمورا بيساله وانت عملت ايه بقى يا حبيبي؟ قال له انا فعلا اترميت على الارض ولكني حاولت ان انا اقاتلهم، هم عايزين السر ازاي نضرب من غير ما نتاذى. وشيمورا بيقول لينا ما تزعليش، انا هعلمك ازاي تواجهي المواقف دي. وبيفتكر شيمورا ايام زمان بعد ما انتكس واحد جه يشجعه ويقومه، ولينا روحت وماتت من العياط. وبيجي مانج المطعم تاني وبيروح لنفس البنت وبتكون خايفه منه وبتقول يا لهوي ده جايلي ورديه بالليل، شكله كده هيستناني وهيخلص عليا، وبيكون عايز رقمها. ولكن شيمورا بيحضر في نفس المطعم وبيطلب منها بارفيه فراوله وهي بتقول له طلبك بره القايمه بتاعتي. وبيحس شيمورا ان هي متضايقه منه وبتقدم له الاكل بغضب وبيقول لها عندك حق، انا اللي قعدت شهرين ما اتصلش بيكي. وبيعيط شيمورا وبيقول لها انا عندي اسبابي الخاصه. وبتلاقي كل حاجه مكتوبه على ايده وبتقول له امشي، ده مكان شغل، مكان اكل عيش، انت كده هتضيع لي مستقبلي. وبيقول لها اصلا ما فيش زباين عشان تكلمي كده، انا عايزه اتكلم معاك، انت شكلك اتغير عن زمان وشكلك خسيتي حبتين. وبتحضر لينا وبيستغربها شيمورا وبيقول لها انت جايه تشوفيني ولا ايه؟ انت سالتيني على الشات انا فين عشان تعرفي مكاني. وبتتحرج لينا جدا وبتقول له لا انا جايه اخد رايك بس في الاغنيه الجديده اللي انا كتبتها. وبتحرج شيمورا قدام ست الكل وبتمشي لينا وبتقول له ماشي يا شيمورا نتناقش في وقت تاني، شكل الوقت ده مش مناسب. وبتروح لينا وبتبقى متاثره بكلام شيمورا. واما الاكس بتاعت شيمورا بتسمح له ان هو يكلمها ويراسلها. وفي يوم وهي ماشيه مجموعه الكوميديا دول بيرموا عليها تعبان بلاستيك علشان يصوروا الموقف المضحك ده. وطبعا قناه مجموعه الكوميديا دول بيوصلوا ل 190 الف مشترك. ويا ترى هتعمل ايه معاهم وشيمورا هيتصرف ازاي؟ وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقه النهارده، اشوفكم على خير في حلقه المره اللي جايه.